الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما شاء الله عليك يا جمال. قاعد بتحفظ قرآن؟ كنت بحفظ القرآن اللي عليا. كنت بتحفظ في سورة ايه يا جميل؟ المس قالت لنا سورة الإخلاص. طب انت عارف معنى السورة دي ايه يا جمال؟ لا، أنا حافظها بس. انت عارف ان احنا مهم جدا نعرف معنى كل سورة بنحفظها، ونحاول على قد ما نقدر ننفذ الأحكام اللي موجودة في الآية؟ ايه ده؟ لا مش عارف. خلاص، من هنا وجاي كل سورة هتحفظها هتيجي تقولي وانا هقول لك المعنى بتاعها. الله، فكرة حلوة قوي. أول حاجة عايزاك تعرفها عن سورة الإخلاص إنها لو قرأناها هي والمعوذتين 3 مرات بتحمينا من أي شر. ايه ده؟ معقولة؟ أيوة طبعا. طب قوليلي بقى ايه معنى السورة؟ قل هو الله أحد يا جمال، يعني ربنا بيقول لسيدنا محمد: قل يا محمد أن الله هو المتفرد يا جمال بالألوهية، مش ممكن أبدا يكون فيه إله غير الله. طبعا. ما يعني ايه إله الله الصمد؟ يعني ربنا هو وحده اللي المفروض نلجأ له لما نكون عايزين أي حاجة، لأنه هو الوحيد اللي يقدر يقضي حوائجنا كلها. الله سبحانه وتعالى هو المقصود في قضاء الحوائج، يعني ربنا هو وحده اللي المفروض نلجأ له لما نكون عايزين أي حاجة، لأنه هو الوحيد اللي يقدر يقضي حوائجنا كلها. الله سبحانه وتعالى هو المقصود في قضاء الحوائج والرغائب. يعني أي حاجة عايزها أقول لربنا وبس. أو أي حاجة نفسك فيها اطلبها من ربنا، وربنا هيسبب الأسباب إنها تحصل لك لو هو عايز إن الحاجة دي تحصل لك. طب يلد ولم يولد؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى ملوش ولد ولا والد ولا أم ولا أي حد خالص. الله سبحانه وتعالى ليس له ولد ولا والد ولا صاحبة. طب وآخر آية ولم يكن له كفوا أحد؟ يعني ملوش أي شريك أبدا في أي حاجة تخص الإله يا جمال. يعني إيه ده؟ يعني ولم يكن له كفوا أحد، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. تبارك الله سبحانه وتعالى وتقدس يا جمال. سبحان الله، فكده معنى السورة حلوة قوي. القرآن كله معانيه جميلة قوي يا جمال، بس احنا نركز ونقرأ ونتعلم زي ما بنحفظ القرآن بالظبط. هي كل الناس لازم تعمل كده؟ أيوة طبعا يا جمال. ايه فايدة حاجة نحفظها ومش هنعمل بيها؟ وبعدين يا حبيبي، ما القرآن موجود في كل بيت، ممكن تفتح المصحف وتقرأ أي حاجة انت عايزها، لكن الأهم إنك مع الحفظ تفهم وتتعلم وتعرف المعنى عشان تعمل بيه وتبقى عارف معنى الحاجات اللي انت بتحفظها، مش حافظ وخلاص. لا أنا جاي أتعلم معنى كل حاجة وهبقى أشطر منك يا لولي. والله يا جمال دي الحاجة الوحيدة اللي أتمنى وأفرح إنك فعلا تبقى أشطر مني فيها.